واحد السيمانه كنت ناخذ واحد اوبر، ماشي اوبر، ابليكاسيون واحد اخر. وقفت الطوموبيله، كانت سايقه واحد المراه بطاط دجاجه، قالت لي سعد، قلت لها طلع زدنا. بقات عليا ايوا شو اخبارك يا سعد؟ بخير يا سعد، لاباس عليك يا سعد؟ سعد 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 سعد. واش تعاودها بزاف المرات. قلت لها قريتيها في الابليكاسيون. قلت لي ايوا راه سعد سمي لذيذه، انه كان داك ولد سميتو سعد وغزال وكاع سعد غزلان. كيفاش كاع سعد غزلان؟ واش تقول لي قال لي سميتو سعد غزال، وانا نقول لها وسعد المجرد. واش تقول لي مال سعد المجرد؟ هادشي وقع هادي سيمانه. قلت لها والايساي اليجيشنز؟ تقول لي لا ما يديرهاش، لاباس عليه بوغوس مشهور، مي doesn't need essay to get laid. ما اي بنت منه. اوكي ما حسيتش براسي شعلت. قلت لها كيفاش يمكن المراه تقول بحال هاد الهضره؟ نتفاهم انك توقفي في صفو الا كان عندك نفس الجنسيه المغربيه ونفس العقيده الدينيه، ولكن صعيب ما تكون شويه من جهه victims والامور تاخذ واحد والامور تختار الحياه. وانا زدت واحد العيبه، قلت خاصهم يحبسوا يدوزوا في الراديو ويعيطوا عليه في لي فيستيفال. وانا هضرت ونلقى السيده شعلات باش كتسوق بالزربه وكتطوبل بالشات انا تقلب الطوموبيله. ولكن كنتفهم الرياكشن ديالها، السذاجه والجهل و emotional attachment. زعما we're humans after all. اللي ما كنتقبلوش هو انها كانت فاش قلت موسيقته ما تبقاش تدوز وما بقاش يعيطوا عليه في المهرجانات. وكنظن فهمت شنو وقع في الذهن ديالها. هي ما كانتش كتدافع على الانسان، كانت كتدافع على علاقتها بموسيقته. the image, the fame, the handsome face، كلشي هادشي تخلط وتكبد في واحد اللعيبه اللي ما بغاتش هي تخسر. ومع الوقت الجوده ديال الموسيقى والصوره اللي كيعطي على راسو ولات بالنسبه ليها دليل على جوده الانسان. صوره مزيانه يعني انسان غزال، وهاد الصوره كبرات في دماغها ولا واحد التعلق بالانسان بحال شي واحد من العائله اللي ما تقدرش تخيل انه يدير شي حاجه خايبه. وانا نرجع للسؤال اللي قلقها بصح، هو فاش فنان يدير البساله واش خاصنا نكنسلوه؟ انا كنفهم الناس اللي كيدافعوا على هاد الفكره، وفي بعض الحالات انا متفق معهم. فاش الفن ديالهم كيكون مستمد من الجرائم ديالهم، ولا فاش الشهرة ديالهم كتحاولهم يهربوا من العقاب، ولا فاش الفلوس ديالهم كيمولوا بهم الجرائم ديالهم، ولا فاش يكون الفن لا اخلاقي يعني به بالضبط فن كيدعي العنف والعنصريه. ولكن من جهه اخرى، وهذا هو القناعه ديالي الشخصيه، وخاصنا ديما نفرقوا بين الفنان والفن ديالو ونعاملوهم بحال جوج حوايج مفصله عن بعضياتهم. واخا وحده جات من الاخرى، اغنيه زوينه كتبقى اغنيه زوينه. والتاثير ديال الفن ما كينقش بسبب شكون اللي دارو. الفنانه كلهم كيبنيو على الفن واكتشافات والاختراعات ديال الفنانه اللي سبقوهم، بالضبط بحال العلماء. الفن كيعيش طول من اللي خلقه، حيت الفن ما كيكونش 100% ديال مولاه. والفنان ماشي وزين ولا براند، الفنان غير واحد قادوس كيهبط منه كيتيليشارج منه الفن. دونك علاش غتحرم العالم داك الفن غير حيت القادوس خانز؟ خذ زوين ولوح الخايب. الا كان الفنان هو براسو الفن، وهذا استثناء قليل. اما داك التعلق المجنون اللي كيقدر يحول الشوفور ديال الطاكسي ولا اوبر لواحد باغي يقلب طوموبيله ومعصب، هو شنو كيوقع فاش كنحبسو ما كنبقاش نذوقوا الفن وكنوليو نعبدو الفنان؟ يمكن كاع نمشي بعيد في هذه الفكره. انا كنتمنى واحد العالم اللي الناس ما يبقاوش يتسوقوا له الفنان في مره، ما يبقاوش متبعين حياته الشخصيه، شنو كياكل، باش كيامن، شنو هي سكين روتين ديالو، شنو هي التبرقيقه الاخرى، شنو كيدير بقزيبته، وغير يذوقوا الفن ديالو. والفنان ديال بصح ما يقلبوهاش انفلونسرز. المهم هذه خاصها فيديو واحد اخرى. ولكن في هذه الحكايه كامله اللي كيضرب بزاف هما الضحايا، باش كيحسوا فاش كيشوفوا المجرم كيصفق عليه وكيدعي ليه الجمهور. الفرق بيننا وبينهم هما انهم ماشي غير عرفوا الفنان، هما عانوا من الانسان. يعني in that case I would support canceling. ولكن ندخل الحبس ودلي عليه وحس بالندم الا كنصليناه الى الابد، ما نكونوش كنعاقبوا جوج مرات في حين الناس العاديين كيتعاقبوا غير مره واحده. ما عرفتش، ولكن اللي عارف ومتاكد منه هو الفن ما خصوش يتعاقب بسبب ما دار الفنان اللي موراه. الى
حمار صوب masterpiece, it doesn't make it less than a masterpiece. and if a saint makes a خرية, it doesn't make it more than a خرية. وفي الحالة بالضبط ديال سعد كنظن خاصنا نكنسليوه، حيت من غير جوج دياسك كاع داكشي اللي دار